في النادي الاسماعيلي في فقد الكوره، بيبقى في تراجع لوسط الملعب على اساس في زون. يعني من اعلى الاهداف، شوف حضرتك يا كابتن طارق، تمام، من احلى الاهداف في تواجد ما حدش ضغط عليه، يعني عمل نفسه كده، عمل خلق نفسه مساحه جيده، تمام، وقدر يلعبها بقى بشماله، هدف جيد في الدقيقه 12. النادي الاسماعيلي بيلعب بطريقه طبعا نفس طريقه الشرطه اللي فات، يعني اساسا ان شوقي ناحيه اليمين. احنا عايزين بس ناخد الجول الاول يا كابتن اسماعيل بعد اذنك. هنجيبه الاول يا وليد بعد اذنك. وليد سليمان مخرجنا، نبص يا كابتن اهو، وقفته على الكوره دي فضت له المساحه وعملت له ارتياحيه انه يسكنها على وبرده في لاعب برده في وسط الملعب برده ضاغط ضاغط معاه برده، واتفرج عليه وهو بيلعبها على اساس ان المكان ده المفروض ما يكونش فيه اهو. تمام، هيستلم وهيعمل نفسه هيشوط عشان يخلص من المدافع. راح مع بقى برضه في مدافع برضه مقرب عنده اهو، راح عاملها كده واقفين المدافعين، في 2 مدافعين وفي 2 قدام امير عبد الحميد، زي ما تقول بمعنى اصح هو استفاد من تواجد المدافعين، لان هم زي ما تقول في اعتماد عليه. فامير عبد الحميد ما كانش فيه بيتفرج، فراح الدخله، يعني هدف جيد قدر يتصرف فيها وهو طبعا بقول على امير يا كابتن. انا بقول لا، انا بتكلم على امير، في 2 قدامه برضه عاملين له زي ما تقول بالبلدي مخيلينه. انا بتكلم ان جون انتوي في الفتره دي عايزين نقول ان هو وصل لمرحله نضوج مع النادي الاسماعيلي، عرف يلعب في الدوري المصري، عرف ازاي يقدر يجيب اهداف، كان هداف السنه اللي فاتت برضه مع النادي لولا المشكله الاخيره اللي عملها في اخر الموسم، انما هو ماشي بخطى ثابته مع النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي بيلعب النهارده كاستراتيجيه لعب، ان هو بعد فقد الكوره بيرجعوا في وسط الملعب عند القوس بتاع دجله، انما دجله بدا يهاجم ويضغط على النادي الاسماعيلي عشان عايز يتعادل، لان فريق برضه مستمد الثقه من الجهاز الجديد بالكابتن حماده صدقي، بيعتبروا ان النادي الاسماعيلي برضه يعني في سجال بقى زي ما حضرتك قلت بعد ربع ساعه. وطبعا الشوط الثاني اعتقد ان النادي الاسماعيلي برضه لو ما غطاش الجون هيبقى في مشكله بالنسبه له النادي الاسماعيلي. تمام. طيب كابتن ابراهيم، خلينا نتكلم برضو ان يعني زي ما الكابتن اسماعيل قال ان نادي وادي دجله بيحاول ان هو يعني يعوض الهدف اللي دخل مرماه، وفي نشاط ملحوظ ظهر لستانلي وتحديدا في اخر 10 دقائق. ازاي شفت الموضوع ده او التحركات بالنسبه لنادي دجله، وازاي ايضا يعني النادي الاسماعيلي زي ما قال الكابتن اسماعيل يقدر يعزز الهدف، لان من الممكن انها تحصل مشكله للاسماعيلي لو ما عززش الهدف بتاعه. هي في حاجه كويسه النهارده في النادي الاسماعيلي، ان في تغيير مراكز بين المدافع الايمن شوقي السعيد والضو. مفيش تمركز في مكان معين، وبالتالي عاملين مشاكل ناحيه اليمين للمدافعين بتوع وادي دجله. انا شايف ان ستانلي بيتحرك كويس وكل حاجه، انما انتاجه مفيش انتاج من ستانلي بالذات في وسط المهاجمين النادي الاسماعيلي، يعني ما بيعملش كره مميزه، ما بيعملش اوفر، ما بيشوطش شوطه. بالنسبه للشوط برضه ما شفناش اي تصويبه من الفرقتين على حارس المرمى، يعني برغم ان في تصويبه طلعها لستانلي يا كابتن، واحده بس. ما حلو قوي 45 دقيقه تصويبه واحده بس. فطبعا ده مشكله. انا برضه قلنا تسديده ستانلي يا جماعه ليا برضو على النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي دايما في تفاوت في اللياقه البدنيه في كل الماتشات، يعني كل الماتشات اللي اتعادل فيها ال5 ماتشات الاجوان بتدخل فيه تاني شوط، نتيجه لنقص اللياقه البدنيه وعدم تنفيذ اللاعبين الواجبات الدفاعيه المكلفين بيها نظرا لنقص اللياقه البدنيه. فانا بتفق مع الكابتن اسماعيل ان دايما لو الاسماعيلي ما غطاش الهدف بتاعه في البدايه، هي دي بس الشوطه بتاعت الحضري اللي صدها، انما انا مش شايف اي تصويبه ثانيه من الفريقين. 90 دقيقه نحسبها بقى، 45 دقيقه هنا و45 دقيقه هنا، ما فيش ولا اي تصويب، ما فيش اعتماد على الاجنحه في الكورسات العرضيه، ما شفناش اي كورس عرضي خالص، كلها مهارات فرديه وتمريرات قصيره رجل في الرجل، ما فيش اي حاجات بالعرض ولا اي، يعني ما شفناش اي حاجه بالعرض والراس الحربه بيلعبها والجون بيصدها، ما فيش الكلام ده خالص. يعني انا برضو شايف ان في اللي احنا بنشاهدها دلوقتي دي، لو عمرو السوليه لعبها من مره واحده في الزاويه البعيده، الكعب اللي عملها جو انطوي لعمرو السوليه، لو لعبها من مره واحده في الزاويه البعيده كان ممكن يسجل منها الهدف الثاني. هو طبعا يمكن عشان عمرو السوليه زي ما بيقولوا الزملاء مش متعود انه يتواجد في الاماكن دي، متعود الاماكن يبقى بره خط ال 18، فموقف جديد عليه.
نتمنى الشوط الثاني الاسماعيلي يحتفظ بلياقته البدنيه اللي هي تساعده على انه يحرز النصر النهارده ان شاء الله. تمام. كابتن محمد، يعني خلينا نقول ان في اداء النادي الاسماعيلي النهارده شفنا كريم الضوي كان عنده حريه شويه، ما كانش ثابت في حته الباك اليمين، ودجله بدا يستغل الحته دي عن طريق سيد سالم ومهاب سعيد، ولكن الاسماعيلي في الاخر قفلها له في النهايه بشوقي السعيد، بدا ياخد شويه يقفل ورا كريم الضوي. شايف حضرتك المناورات بين المديرين الفنيين دي ازاي، وازاي ان احنا نشوف يعني اداء متزن والتزام من اللعيبه في الملعب؟ هو في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم من كره ثابته من ناحيه الشمال قدر يقطع برضه وحطها صح في الهدف الثاني النادي الاسماعيلي. انما النادي الاسماعيلي لابد ان يكون في حلول من الجهاز الفني، على اساس ان صبر كتير جدا على تغيير واحد اللي هو حسني وخرج مصاب، ان فضل فتره طويله وعنده تغييرين والتغييرين كانوا في اخر 4 أو 3 دقائق. تمام. فلا بد ان الجهاز الفني الحمد لله نقول مش كل مره تسلم الجره. النادي الاسماعيلي النهارده مباراه نقول مبروك وهارد لك لفريق دجله، ولكن مش كل مره تسلم الجره ان انا استنى فتره طويله على استفيد بالتغييرات بتاعتي، على اساس ان انا عندي مساحات خاليه وعندي فريق بيضغطني، ازاي اقدر استفيد من التغييرات بتاعتي عشان اقدر ازود النتيجه عشان العب مرتاح في الماتشات اللي جايه ان شاء الله. تمام. كابتن ابراهيم، يعني خلينا نتكلم على وادي دجله ونقول انه حاول على استحياء، وكانت النتيجه انه اقتنص فرصه لحسام عرفات وتسديده جاب منها الهدف، ولكن ما فيش انياب هجوميه حقيقيه واضحه لوادي دجله. اللهم ان يعني استلي يعني عمل تسديده شوط اول وتسديده شوط ثاني، ما فيش المدد اللي كان بيجي له من اللاعبين المتوقعين زي مهاب سعيد زي حسام عرفات. برضو اداء دودي الجباس النهارده كان خارج نطاق الخدمه. خلينا نقول ان اداء وادي دجله النهارده يمكن اقل اداء في الماتشات اللي اتفرجنا عليها اللي فاتت كلها. يعني اللعيبه ما عندهمش التصميم على المكسب، لان النادي الاسماعيلي اداهم فرصه ممتازه في ال 20 دقيقه الاولانيه، انكماش غير مبرر من النادي الاسماعيلي. لو كان استغلوا وادي دجله بالهجوم الضاغط عليه وبالضغط عليهم في نص ملعبهم كانوا قدروا. اتفضل. انا بس هستوقف حضرتك ونذهب سريعا الى استقبال هذا الاتصال الهاتفي مع الكابتن احمد حموده مدرب عام وادي دجله، ونساله بقى هو كان في قلب الحدث فيقدر يقول لنا ماذا عن يعني اداء وادي دجله النهارده. كابتن احمد اهلا بحضرتك معانا. السلام عليكم كابتن طارق، الله يخليك ربنا يكرمك. يعني اداء وادي دجله النهارده يا كابتن يعني خلى برضو من الشراسه الهجوميه، ويعني شفنا يعني كان في يعني الاداء مش بقوه دجله اللي احنا شايفينه وعارفينه في الدوري الممتاز. هل غياب الاغا كان سبب؟ لا والله مش غياب، طبعا الاغا يؤثر مع اي فريق طبعا من اللعيبه الكبيره عندنا. انما هو والله فعلا زي ما حضرتك قلت يا كابتن احنا عندنا كذا لعيب النهارده يعني مش في حالتهم. فهي احنا بقى لنا 4 ماتشات ماشيين بشكل كويس قوي، فده طبيعي ان ممكن يحصل دروب في وقت من الاوقات. وبرضه حضرتك ما تنساش احنا بنلعب فرقه كبيره زي فرقه الاسماعيلي طبعا، من انا بحب طبعا ابارك لها النهارده، وعندهم طبعا لعيبه على مستوى عالي جدا. فالحمد لله يعني الحمد لله برضه احنا لسه عندنا فرصه عن 11 بونت، فحاجه كويسه ان شاء الله نقدر نكمل بشكل احسن ان شاء الله الفتره الجايه. تمام. طيب كابتن خلينا نسالك على يعني الحته الهجوميه عند دجله كانت غايبه شويه، يعني في عدم توفيق لاستانلي رغم انه كان واخد اظن منكم بعض يعني التعليمات ان هو يسدد من بره ال 18، برضه غياب دودي الجباس وعدم وجوده في حالته النهارده. مهاب سعيد برضه كان نشاطه قليل، وتحديدا في الحته اللي هو الطرف الشمال. يعني تعقيبك ايه على اداء اللاعبين وتحديدا في الثلث الهجومي للدجله؟ لا هو زي ما حضرتك بتتكلم صح تمام كده، لان عندنا الناس الجزء اللي فوق يمكن كان همزه الوصل اللي موجوده المفروض ان هو مهاب بيعملها. طبعا مهاب النهارده مش في حالته، بس هو طبعا من اللعيبه اللي كانت مؤثره معانا الفتره اللي فاتت. انما مش مهاب بس، وعندنا كذا لعيب مش في حالته النهارده. حته طبعا ستانلي وحسام عرفات ودودو يمكن برضو احنا مش عايزين نقول ان هم بعيد قوي، انما ما كانش في حاجه واصله لهم كويس عشان يقدر يشتغل عليها.
اسلام وعبد الرؤوف برضه النهارده مش في حالتهم الاثنين طبعا يعني. فنتمنى الفتره الجايه، وده طبيعي ان هم كانوا مادين بشكل كويس 3-4 مباريات ورا بعض، هي نفس المجموعه ديت وكانوا عاملين شكل كويس قوي، فعادي جدا ان يحصل دروب زي النهارده، وبعد كده ان شاء الله نقدر نفوق في اللي جاي باذن الله يا رب. ان شاء الله. اذا الكابتن احمد حموده مدرب عام وادي دجله، بنشكر وجودك معانا على الهاتف. شكرا ليك يا كابتن. كابتن ابراهيم يعني هو الراجل كلامه صريح وواضح ومحترم ويحترم، بيأكد كلامنا ان بنقول الوادي دجله بيقدم مستوى اقل من اللعيبه مش في حالتها، واغلب اللعيبه مش في حالتها. بنقول انا بقول برضه على النادي الاسماعيلي، عمرو السوليه جات له اكتر من كوره انفراد من ناحيه الشمال، لو هو بيجيد استعمال قدمه اليسرى كان ممكن يسجل هدفين للاسماعيلي بمنتهى السهوله. يعني انا قلت كده للكابتن اسماعيل، قال لي بس خلاص فات الاوان. لا في السن الكبير ايوه ما قال لي فات الاوان. لا في السن الكبير صعب يتعلم. المفروض دي برضه نصيحه لمدربي الناشئين في النوادي المختلفه، انهم ما يزهقوش من تعليم الرجل العكسيه، ما يزهقوش، لان في البدايه بتبقى ضعيفه جدا، انما مع التكرارات الرجل بتبقى